مرحبا بكم. إن السلطات المحلية للدائرة الأطلسية أكادير شرعت في تنفيذ الحملة التي همت هدم البنايات العشوائية الغير قانونية المتراصة فوق الملك العمومي بشاطئ إمسوان شمال أكادير. فبتعليمات من ولي جهة سوس ماس عامل عمالة أكادير إدوتنان سعيد أمزمازي، نفذت السلطات المحلية مدعومة بالقوات المساعدة والدرك الملكي عملية موسعة لتحرير الملك العمومي البحري من الترامي والاحتلال بدون سند قانوني. وشملت هذه الحملة إزالة وهدم مجموعة من البنايات والمقاهي والمآوي العشوائية وتطهير الملك العمومي والخاص للدولة من كل الجوائب. وشملت هذه العملية في اليوم الأول هدم مجموع حوالي 80 بناية، على أن تستمر العملية إلى غاية تحقيق الهدف بما يضمن تنمية المنطقة وتشجيع الاستثمار. وجاءت هذه العملية بعدما قامت السلطات الإدارية المحلية بتسليم إشعارات للساكن لإفراغ محلاتهم خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة احتراما للخصوصية الفردية والقانون المصدر، بغية مباشرة الأوامر الموجهة. يذكر أنه تم تنفيذ هذه العملية إثر الانتهاء من المهمة الاستطلاعي للمجلس الجهوي للحسابات، حيث تم رفع تقرير أسود حول التجاوزات التي يعرفها تدبير المجال الترابي بجماعات شمال أكادير، الشيء الذي أدى إلى استصدار قرارات الهدم في حق كل المخالفين لضوابط البناء من أجل تصليح الاختلالات في مجال التعمير وتدبير المجال الترابي الساحلي.